السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في قناتي وقناتكم حبي نفسك دلوقتي هنعمل الدبابيس في الكيس الحراري. حضرنا خضار اللي هو جزر وطماطم وفلفل الوان وبصل. وطبعا الدبابيس انا كنت نقعيها في ميه وملح وخل وليمون. ودلوقتي حطيناهم على بعض وحطينا عليهم التوابل بالشكل ده غدا اقتصادي للمرأة العاملة لما بتيجي مثلا من الشغل. حطيت حتة طماطمية كده لما بتبقى في الشغل وعايزة غدا سريع. ده يتعمل مع حبة رز بشعرية بقى يعني وهمي. هنقلبهم كلهم وهنحطهم في الكيس الحراري وهنحط عليهم دلوقتي معلقتين زيت. معلقة زيت ادي معلقة تانية. طبعا هيتقلبوا. على فكرة الولاد بيحبوها جدا عشان خاطر الخضار اللي بيبقى جوه الكيس بيبقى طعمه حلو جدا. حطيت معاه ورقة لوري. كده تبلنا الدبابيس مع الخضار وجبت الكيس حراري. ده منظر الكيس، انا جايباه من سوبر ماركت، بيبقى فيه 5 وبيبقى موجود فيهم اللي هو اللي بيقفله اللي بيغلق ده اهو. فانا دلوقتي هاخد كيس واعبي فيه الفراخ دبابيس يعني. ممكن تعملي برضه نفس الطريقه الفرخه. بعد 45 دقيقة في الرف الوسطاني في الفرن هنفتحه ونشوف الخيار مع بعض. شايفين تحفة ازاي؟ شايفين شكله؟ الدبابيس اتهرت. شايفين الدبابيس مستوية خالص، لا ما خدتش مننا اي وقت خالص. شايفين استوت ازاي؟ شايفين الخضار شكله تحفة ازاي؟ والهنا والشفا. ولو الفيديو عجبك ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. دخلتها الفرن خدت لون 5 دقايق وده كان شكلها، وده الشكل النهائي. الاطفال كلهم بيحبوا الوجبه ديت، يا ريت تعمليها واسرع، ما خدتش مني نص ساعه. بالهنا والشفا.